يا صباح الخير يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عاملين ايه؟ النهاردة الجو جميل والشمس جميلة، واليوم بصراحة اللي بيكون الجو فيه دافي والشمس فيه حلوة بيبقى الواحد عنده كمية طاقة كده ان هو ينجز كل الحاجات اللي وراه. فانا قمت كده النهاردة لما لقيت الجو بالطريقة دي، اول حاجة عملتها فتحت البلكونة وفتحت الشبابيك، وقلت بقى ايه، نلم الغسيل ونطبقه ونخلي البلكونة كده رايقة وفاضية، علشان كمان أنا بحب في الأيام اللي زي دي أقعد فيها نشرب فيها شاي نفطر فيها، بيبقى الجو جميل جدا وبتبقى القعدة فيها حلوة قوي. فلمينا الغسيل ووضبنا كده الدنيا في البلكونة وعدلناها، وبعدين دخلت بقى جوه، قلت أطبق الهدوم دي وأشيلها على طول، لأن طول ما في قدامي الدنيا رايقة ومفيش هدوم لا عايزة تتغسل ولا عايزة تتشال، بحس بصراحة ان انا مش ورايا اي شغل. يعني انا بالنسبة لي المأساة بصراحة والكركبة ان انا يبقى قدامي هدوم متنطورة كده يمين وشمال. فانا طول ما انا قدامي الهدوم دي متطبقة ومتشالة، خلاص انا كده بالنسبة لي الدنيا رايقة، ومجرد ما بتمشي المكنسة في دقيقتين بتبقى الدنيا معاكي زي الفل. فجيت بقى هنا كده ايه، طبقت الهدوم وهم اصلا مش كتير، يعني انا متعودة بشغلها مثلا مرتين في الأسبوع، مش كل يوم الحقيقة. يعني أنا بشغلها مرتين في الأسبوع، بيبقى الحاجة اللي عندي بتدخل فيها مرة واحدة، وهي يعني ساعاتها الحمد لله كبيرة، فمش بتستاهل معايا ان انا بشغلها كل يوم. وبعدين انا بصراحة مش بحب كل يوم دي، لان برضو توفيرا برضو للكهرباء وللمسحوق، وكمان توفيرا للمجهود، بدل ما كل يوم هتطبقي وتنشري وتلمي، انا بعملها مرتين بس في الاسبوع وبتفضل الدنيا عندي رايقة ونظيفة. خلصنا بقى هنا كده حاجتنا وطبقناها وشلناها، وقلت بقى ايه بعد ما خلصت الغسيل، قلت ايه لازم اروق الريسبشن وانضفه كده تنظيفة على السريع، مش روتين ولا اي حاجة، ولكن يعني تنظيفة بس كده ايه على السريع. هنمشي المكنسة، هنمسح التراب، تبقى عندنا ريسبشن البيت رايق ونضيف، نعرف بقى ايه نقعد فيه كده واحنا مرتاحين. وكده كده اصلا انا معظم الايام بكون قاعدة مع الولاد في اوضتهم، وبيبقى بره الدنيا عندي هادية ورايقة، إلا بقى لو مثلا احنا عاملين مثلا موفي نايت، عندنا مثلا ضيوف سهرانين كلنا مع بعض، فخلاص بنطلع نقعد بره. وخصوصا برضو في ليالي الشتاء الباردة دي بتبقى القعدة بصراحة محتاجة الغرفة كده والبطانية، بتبقى بصراحة أحسن كتير من بره. فاكرين بقى لما قلتلكوا إن أنا كان عندي الكنبة اللي في أوضة البنات؟ الكنبة بقى دي أنا جددتها، وهي أصلا كانت ركنة، بس أنا كنت مقسماها في كل غرفة حتى كنبة، فجددناها وخرجتها بقى من أوضة البنات، لأن أنا بعد ما جبت الدولاب ما بقتش المساحة مكفية، فطلعتها من الأوضة وحطيتها بره في الريسبشن، الركنة بقى على بعضها رجعت تاني تتحط جنب بعضها، وخلاص بقت الأوضة بقى كده جوه، علشان برضو المساحة تكفي وما تبقاش الأوضة زحمة. خرجتها منها وبقت الأوضة جوه سرير ومكتب والدولاب والترابيزة حتى بتاعت الركنة دي، أنا ما حبيتش أطلعها بره، علشان برضو ما تبقاش زحمة الصالة وواخدة مكان كبير، لأن هي أصلا كبيرة. فخليتها جوه، قلت برضو هتنفع، وكده كده هي جوه مش مضايقاني يعني قوي، وفي نفس الوقت بره الكنبة أو الركنة يعني على بعضها بقت مدية شكل جميل، لأن الألوان كلها بقت متناسقة مع بعض، وفي نفس الوقت بقت بتاخد عدد من الإيه، من الجلوس يعني. وخلاص الحمد لله كده الدنيا كده اتظبطت معايا، فوطة بقى ناشفة ونظيفة، بمسح كده على الكنبة، وهي أساسا القماشة بتاعتها يعني عاملة زي القطيفة كده أو الشموات تقريبا، فبتتنضف معايا بكل سهولة وبتبقى زي الفل في ثواني يعني. ده بقى شكلها اهي بعد ما اتمسحت واتظبطت خلاص، يعني ما خدتش مني وقت خالص. جبنا بقى المكنسة بتاعتنا وقلنا بقى نمشيها كده معانا، اقلام فلوماستر بقى هتطلع دلوقتي وايه.
احنا عندنا احنا عندنا ما بنبطلش رسم يا جماعة، مين زينا كده؟ احنا في الاجازة ما بنبطلش رسم. انا الاجازة دي بالنسبة لي والله يعني بتبقى حاجة انا ما ببقاش عارفة بصراحة يعني اسيطر فيها على البنات عندي، لان انا مش متاح ليا ان انا اخرج بيهم كل يوم فيخرجوا ويلعبوا ويخرجوا طاقتهم، مش بقدر بصراحة. فهم بيخرجوا مثلا مرة ولا مرتين في الاسبوع، بقية الايام بقى بنبقى بقى من الرسم لليوتيوب للخناقات، ما بنبقاش عارفين نسيطر بصراحة، وبيبقى طول اليوم بحس والله ان هم عندهم طاقة كده مهدرة. يعني انتوا يا جماعة والنبي لو في اي حد فيكم يعني ظروفه كده زي نفس الفكرة عندي، يقولي بيقضوا يومهم ازاي، ايه طيب الالعاب اللي ممكن يلعبوها في البيت ويشتركوا فيها مع بعض. لان انا برضو مؤخرا حاسة ان الولاد بعد تعلقهم باليوتيوب والمقالب اللي على اليوتيوب والحاجات دي كلها خلت الولاد مع بعض في اللعب عنف. وبعدين المقالب دي حتى لما بيعملوها في بعض ويضحكوا في الأول بعد كده بيزعلوا. فاحنا ما كناش كده زمان، يعني اعتقد ان الجيل اللي فات طبعا هو ما كانش كده زمان، وكانوا طيبين كده ولعبهم مع بعض حلو. مش زي الولاد الايام دي الولاد بحس ان هم فيهم عنف وفيهم كده، يعني خلقهم ضيق على بعض ومش زي زمان. وانا مقتنعه والله ان ده بسبب الموبايلات، يعني حتى لو هما مش ماسكينها طول اليوم. انا عندي على فكره مش ماسكينها طول اليوم خالص، يعني لا مش ماسكينها طول اليوم، ولكن برضو طريقتهم في اللعب مش احسن حاجه ومش عجباني. فقولوا لي كده على افكار للعب الولاد مع بعض في البيت. قولوا لي برضو على افكار ازاي بيقضوا اليوم في البيت في الاجازه. ايه مثلا ممكن ان انا العاب اشترك مثلا معاهم فيها نقضي يومنا ازاي مع بعض. لان بصراحة والله الموضوع ده يعني مضايقني ان هم كده طول الوقت قاعدين في خلاف مع بعض، واللعب مش زينا حتى زمان يعني. عملنا بقى كده الصالة، وانا لو تفتكروا من الفيديو اللي فات الروتين اللي فات انا كنت حاطه الصالون ده بره في الريسبشن الكبير، وكانت السفرة هي اللي في الريسبشن الصغير. انا بقى دخلت الصالون هو في الريسبشن الصغير وخليته كده ايه يعني في المكان ده، والحمد لله برضو الى حد كبير هو متحافظ عليه، لان احنا ايه متعودين ان احنا خلاص يعني قعدتنا قدام التلفزيون الكبير بره في الريسبشن الكبير. خلاص بقى الصغير ده مش بندخله كتير، وهو معظم الوقت ايه يعني هو نظيف ومش متبهدل، محدش اصلا بيدخل. هنا بقى البلكونه اهي بعد ما رتبناها وطلعت المرجحه فيها بره، خلصت بقى كده وقفلنا الباب. وده بقى منظر الريسبشن اهو بعد ما خلصنا تنظيف. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الركن بعد ما اتجددت، وايه رأيكم في الالوان. تعالوا بقى نعمل الغدا مع بعض. هعمل ايه النهارده غدا؟ هعمل كباب حلة. كباب حلة دي اسرع اكلة في الدنيا ممكن تعمليها، وفي ربع ساعة كده تحطيها على النار وتوطي النار وتخشي تنامي ساعة وما تقلقيش خالص، مش هيحصل لها اي حاجة. هنعمل ايه بقى؟ انا عندي هنا حتة اللحمة دي، انا مش عارفة والله الحقيقة هي وزنها قد ايه، بس يعني هي حتة كبيرة مش صغيرة. يعني هي قعدت عندي 3 ايام. طبعا انتي لازم بتقطعي القطع بتاعتك تكون مكعبات وتكون مش كبيرة قوي، يعني من صغيرة لمتوسطة، لان هي كل ما بتستنى على النار كل ما بتستوي، وكل ما كانت مستوية اكتر نزلت صوص اكتر وطعمها كان تحفة. هي لما هي مش مسلوقة ولا محمرة علشان تبقى بتقطم وبتتندغ، لا، فبنقطعها كده مكعبات من صغيرة لمتوسطة، وطبعا على قد استخدامك انتي بتعملي. بس انا من تجاربي يعني لما كنا في البداية وكنا بنعمل كميات صغيرة، دلوقتي برضو احنا يعني برضو بنعمل كمية مش كبيرة قوي، بس من خلال تجاربي والفرق بين الاتنين، كل ما كانت اللحمة كتير كل ما كان الصوص اكتر وكل ما كان طعمها احلى، وكل ما كانت قليلة الصوص بتاعها مش هيبقى كتير، ومش هتبقى برضو يعني زي ما بتبقى الكمية بتاعتها كبيرة. هي كل ما كترت كل ما الصوص معاها كتر، وهي اصلا فكرة كباب الحلة كلها في الصوص بتاعها.
فيعني خلي الأكلة دي لما يكون عندك كمية حلوة، زي مثلا الكمية اللي قدامك دي، طبق مثلا مليان. طيب على الكمية دي أنا جبت نص كيلو من البصل، وقطعيه بقى بأي طريقة انت عايزاها، عايزة تقطعيها مكعبات، عايزة تقطعيها جوليان، زي ما انت عايزة. أنا بستسهل بصراحة الجوليان، وهي كلها على بعضها بروح جايباها بالنص كده، وبتبقى كده كده هو بيدبل وبيتكرمل، وانتي مش بتحسي بيه يعني في الأكل، ولكن هو بيبقى مدي كده قوام جميل جدا في الأكل بتاعك، وخصوصا في الأكلة دي. فجبنا نص كيلو من البصل على كمية اللحمة دي، وتوابل على فكرة كباب الحلة ملح وفلفل اسود بس. انا يمكن الحاجة اللي هزودها هي بهارات اللحمة، ولكن مش اساسية خالص في الاكلة دي. انتي لو بتحبي الحامي هتزودي بس مع الفلفل والملح قرن اخضر من قرون الشطة، مش اكتر من كده. معلقة سمنة بقى بلدي كبيرة او معلقة زبدة، وبننزل عليها اللحمة وبنسيبها. اللحمة هي بتنزل مية، فأنا ما بحطش مية، هي هتنزل المية، وبعد ما تلاقي لونها اتغير بالطريقة دي بروح نازلة عليها بالبصل، وبغطي النار الحلة. وبعد ما بلاقي البصل دبل، هي كل ده عمالة بتغلي مع نفسها، أنا ما حطيتلهاش ولا نقطة مية، بروح نازلة عليها بعد ما البصل بيدبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات بتاعة اللحم، اللي هي ال7 بهارات، بتجاب من أي عطار. تقليبة، وبغطي الحلة تاني، وبسيبها بقى وبوطي النار عليها، وكل شوية أبص عليها، لما بلاقي اللحمة استوت خالص بطفي النار. بصي بقى شكلها النهائي بيبقى بالمنظر ده وباللون ده، جميلة جدا. عملنا بقى جنبها طبق سلطة، وعملنا طبق بطاطس محمرة، وزي ما بتحبي، عايزة برز بشعرية يمشي، عايزة مكرونة، احنا بصراحة بنعملها مع المكرونة. خلاص ده كان غدانا النهاردة. قعد عندي يعني، هي كانت كمية حلوة ما شاء الله، قعدت عندي 3 أيام. يعني أول يومين عملنا مكرونة، وتاني يوم عملنا رز بشعرية، تالت يوم بقى عملنا كده سندوتشات فينو بالبطاطس المحمرة واللحمة بس. والحمد لله على كده. ده كان غدانا النهاردة، وده كان فيديو النهاردة. شاركت معاكم بالروتين من أول اليوم لآخر اليوم. أنا بصراحة آخر اليوم بالنسبة لي هو الغداء أنا ما بعملش حاجة بعد الغداء بصراحة، بنقعد بقى مع بعض قدام التلفزيون وبس، ويعني بكمل بقى تاني يوم، ما بعملش حاجة بعد الغدا. مطبخنا بقى نضيف. ده كان فيديو النهاردة. مستنية تعليقاتكم الحلوة، ومستنية لايكاتكم الجميلة، واشتركوا في القناة، وقولوا لي رأيكم في الفيديو، وهقول لكم